لمباراة المنتخب الوطني الفلسطيني مع المنتخب الوطني الجزائري تعتبر حدث هام بالنسبة للشعبين سواء الجزائري أو الفلسطيني. ذكرني هذا في فريق جبهة التحرير الوطني أيام الاستعمار الفرنسي، أيام المجهودات الجبارة اللي بذلوها لتدوين سياسي للقضية الجزائرية آنذاك. الآن نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الوطني الفلسطيني اللي نرحبوا به أشد ترحاب ونقول له مرحبا بك في بلدك الأول، يعني موش ثاني. هذه شعار الجزائر منذ أيام الراحل الهواري بمدينة الجزائر مع فلسطين ظالمة أم مظلومة. على غرار هذا الحدث الهام الذي سيقام يوم الأربعاء القادم، يعني يوم 17 فبراير على مستوى الجزائر العاصمة بملعب 5 جويلية، بتعليمات من طرف معالي وزير الشباب والرياضة، هناك تجنيد عام بالنسبة لكل ولايات الجزائر وخاصة ولاية سطيف اللي خذينا حصة الأسد، فيه عملية نقل تقريبا 2400 مناصر للجزائر العاصمة لمشاهدة المباراة التاريخية بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب الأولمبي الجزائري. يعني فيه لجنة مشكلة ليتابع كل الإمكانيات المادية واللوجستيكية حاضرة معنا. أي شاب في ولاية سطيف يرغب في الذهاب لمشاهدة هذه المباراة، الاتصال بدور الشباب على مستوى 60 بلدية، فيه تسجيلات وقائم مفتوحة، وفرنا لهم إمكانية النقل، الإطعام، وأيضا لاسيرونس، وأيضا فرقة تأطير، يعني فرقة تأطير مختصة في هذا المجال لنقلهم بكل أمان لمشاهدة المباراة ورجوعهم في نفس اليوم إلى ولاية سطيف. نظن أيضا فيه اجتماع الذي سيقام بين وزير الشباب والرياضة والسادة مدراء الشباب والرياضة. السيد مدير الشباب والرياضة سوف يحضر هذا اللقاء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله لضبط كل الترتيبات اللازمة لنقل الأنصار بصفة يعني جيدة وبتوفير كل الإمكانيات ووضع الترتيبات الأخيرة لإنجاح هذا الحدث التاريخي الهام. كما دعونا مختلف الشباب الغير مهكل إلى مؤسسة شباب فيها أيضا مصلحة الرياضة بمديرية شباب الرياضة الذي تستقبل كل النوادي والجمعيات الرياضية لتوفير وسائل النقل لنقل مختلف الرياضيين والفاعلين في الحركة الرياضية أيضا لمشاهدة المباراة. نظن قسمنا على التساوي، يعني 1200 للشباب و1200 للنوادي والجمعيات الرياضية. فيه مجهودات معتبرة في هذا الويكاند اللي نشوفوا بلي كل فريق العمل كان يعمل أيام الجمعة والسبت للتحضير الجيد ولنقل الأنصار في ظروف جيدة إن شاء الله. والله مقابلة تاع المنتخب الوطني أقل من 23 سنة اللي راهو يحضر لريو دي جانيرو والشقيق الفلسطيني، ونظن باللي سابقة في تاريخ الفرق الجزائرية مع الأشقاء والإخوة. كما شوف يعني السياسة الجزائرية دائما واضحة مع الأشقاء في فلسطين منذ راح الهواري بومدين رحمه الله، ونعني حتى الوصول لفخامة رئيس الجمهورية السي عبد العزيز بوتفليقة. نظن باللي كاين الموقف الجزائري واضح، مساندة لا مطلقة للشعب الفلسطيني الشقيق. زاد جسدت في الميدان الرياضي، حاجة مليحة إن شاء الله، حاجة مليحة. احنا إن شاء الله نكونوا رايحين نكونوا ثم كمناصرين، بغض النظر على النتيجة اللي تقول لها المقابلة، احنا نكونوا مناصرين للقضية الفلسطينية. وفاق سطيف دائما كان مع الأشقاء الفلسطينيين، أنصار، لاعبين، طاقم طبي، فني، طاقم إداري، كنا مع القضية الفلسطينية، كلنا فلسطين. والله انا بيان سور صافي في انورميمون دو بليزير كي نسمعوا اللاعبين تاع خاوتنا من فلسطين يتكلموا على وفاق سطيف. يعني باش انا تعرف بلي وفاق سطيف الصيت تاعو وصل العالم كامل، حاجه مليحه، مفخر لنا ومفخر لعت القوانين والنص القوانين تسمح بانتداب اللاعبين هذو. اهلا وسهلا بهم في وفاق سطيف، ما عندناش مشكل. يعني احنا كي تشوف في ملعب 8 ماي تشوف الانصار تاعنا في المقابلات كامل دائما يهدفوا بفلسطين وبغزه يعني واللافتات وكل شيء. هذه حاجه عاديه نقدموها لخوتنا في فلسطين. بطبيعه الحال تكلمت مع الممثل تاع الشبيبه والرياضه تاع سطيف، وتكلمنا مع المكلف لانه عندنا احنا باج تاع في الباج تاعنا في الفيسبوك. حين نطلبوا من الانصار باش يتنقلوا ان شاء الله دي مومون كو النقل والاكل تاعهم مضمون مع عند يعني مديريه الشباب والرياضه.
النقل والاكل وحتى الدخول، لانه يعني الدخول الدوله دارته والفيدراليه داروه مجاني. حنا نطلب من الانصار باش يتنقلوا بقوه ويساندوا الشعبين، يعني يساندوا الفريقين، وبالخصوص يمدوا رساله باللي الشعب الجزائري ككل قاطبه يساند القضيه الفلسطينيه بغض النظر عن النتيجه كما قلت اللي راح تقول لها المقابله. حاجه مليحه 4 لاعبين، ونظن حتى كان يكون دافلو متواجد وقعقع متواجد، نقولوا باللي 6 لانه هذو خريجي مدرسه وفاق سطيف اللي ما يعلمهاش الناس اللي ما يعرفوهاش باللي قعقع ابن مدينه سطيف خريج مدرسه وفاق سطيف، يطول الزمن او يقصر يولي الوفاق. لعب دغفلو حتى بالقابليه لعب في وفاق سطيف 2 سنين، يعني باش تعرف باللي وفاق سطيف مدرسه كانت وتكون وما زالت تكون ان شاء الله تكون الجيل اللي يمثل الجزائر في المحافل الدوليه.